ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. أحداث هذا اللقاء. المواجهة انطلقت وصافرة البداية. عمقة في الجهات اليمنى في المنتصف بن رمضان واللاعب اليو ديانج ومروان عطية مع المدرب ألكسندر سانتوس. يبدأ بأحمد رضا حلي، حسين الدين دراج، عبد الفتاح حدرف وحمزة خابة. كرة قيت المناسب تعود من جديد في الجانب المقابل لمصلحة النادي الأهلي. وصافرة حكم المباراة الحكم الدولي من بنين. تعادلات في الجانب المقابل. الجيش الملكي برصد التعادل لضمان الوصول، وهي نتيجة تخدم مصالح الفريقين. فالأهلي سيتصدر بالتعادل والجيش الملكي سيتأهل بالتعادل دون النظر إلى نتيجة يانج أفريكانز مع فريق الكرة بمحاولة انطلاقة أمامية أهلاوية من جديد. عادته تقناوتي في التوقيت المناسب. عد الخطر من أمام بن رمضان ويمنع الأهلي من أول أهداف اللقاء، ويتصدى لمحاولة في غاية الخطورة. وقائمة حاضرة للأهلي. كرة تأتي عن طريق كوكو. أوتاكا إلى أليو ديانج، وديانج بالقدم اليمنى، لكن لا زالت حاضرة في أرضية الميدان. كرة عن طريق كارنييرو ملعوبة، والتدخل يأتي وبعد ذلك التصدي من بطولة الدوري 3 مباريات، ولعب في بطولة أفريقيا الأخيرة أيضا. وكان شوبير أو الشناوي في تناوب، ما صار في أساسي واحتياطي. كرة بعرضية لمسة تصل إلى طاهر عن طريق مروان، هيئها أوتاك لأهدافه في منافسات بطولة أفريقيا بعدما غاب عن طاهر إلى محمد هاني أمامية. أوتاكا سدد، لكن في أحضان تقناوتي، في احضان امام النادي الاهلي عن طريق محسن بوريقا. كره بفيد فحلي يبحث عن التقدم والمرور، يبحث عن الانطلاقه، والتغطيه تاتي عن طريق هاني والابعاد الى خارج ارضيه الميدان. كره تصل قري الكبير، كره تعود عن طريق بن رمضان، وصلت بعد ذلك الفريق الجامبي، ثم بعد ذلك في المرحله الثانيه تجاوز فريق حوريه، لعب مع حورية وتأهل إلى دوري المجموعات. الأهلي بدأ في المرحلة الثانية في الجهات اليمنى، لا زالت مستمرة وقائمة عرضية داخل منطقة الجزاء، وخروج رائع جدا من مصطفى أحمد شوبير. فريق الجيش الملكي. الأهلي يبحث عن انتصار، يسدد. تقناوتي، يا تقناوتي في تماما بأن الأهلي دائما بوابة الوصول إلى الألقاب. عرضية لمصلحة استاد مالين المالي. هذه الأندية للأهلي في الدور القادم لو تأهل وصيفة، أما لو تأهل والله يعني اعتدنا بأن الأهلي لا يعمل حساب الأندية الأخرى. كرة بمحاولة ملعوبة وتسديدة من طاهر محمد، لكن علت العارضة تحولت ريال مدريد. هذه الدقيقة 20 دائما لحظة الوفاء للجماهير الأهلاوية باتجاه شهداء الزمالك. دائما ما تقف في الدقيقة 20. شوف أيا كانت المناسبة، في عز أفراحهم، في عز أفراح مستمرة وقائمة. الله على المرور من طاهر عرضية داخل منطقة الجزاء، ولكن تقناوتي مرة أخرى. جميل جدا. تقناوتي حاضر الكويتية ولعب مع سعيد، أول مدرب دنماركي يأتي لتدريب النادي الأهلي في مسيرته التدريبية. كرة تعود من جديد، تصل إلى ما ينتظر تنفيذ الكرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، ينتظر تنفيذ، ولكن
هنا الامور تاتي بتصدي مستمرا. مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، بمحاوله تاتي عن طريق اللاعب محمد او طاهر محمد تصل الى خارج ارضيه الملعب لمصلحه سيد القاره. الان تاتي عن طريق طاهر عرضيه داخل منطقه رقم 34. كره بانطلاقه من جديد من يوسف الفحلي. بدايه الاحداث انطلاقه شوط المباراه الاول والتعادل السلبي لا زال يسيطر على اجواء هذه الانتصارين. في الجولات الماضيه الفريق استقبل هدف. عندما تتحدث مع الخارج من يتابع قدم والدوري المصري، كره تعود للجيش الملكي. الان هدف لمسه في الجهات اليسرى. الان عرضيه اهلاويه داخل منطقه الجزاء، عرضيه اماميه من مروان عطيه لكن ايضا ابعدت في التوقيت المناسب. الان اوتاكا يتقدم، طالت على اوتاكا، تحولت الى خارج ارضيه الملعب. وايضا هنالك تبديل اخر ايضا على مستوى اللاعب مبيمبا، هو من يدخل الى ارضيه الملعب. تكناوتي في حراسة مرمى فريق الجيش. الآن يتصدى من جديد تكناوتي، وعلى ذكر تكناوتي فهو حتى هذه اللحظة من يخطف نجومية المباراة. نعم، شوف الكرة، شوف المحاولة، شوف حاليا لو مثلا سجل الأهلي وتقدم بنتيجة المباراة واستمرارية انتصار يانج افريقيا. ضفات ايضا في ارضية الميدان. عموما تلعب الكرة اخيرا، لا زالت مستمرة، تحولت في الجانب المقابل الى ركلة ركنية. اطراف في الجهات اليمنى يبحث عن التقدم والمرار، لكن ايضا المدافع يتدخل، والكرة من نبيل كوكا الى خارج ارضية النادي الاهلي. الان ملعوبة داخل منطقة الجزاء، لا زالت مستمرة وقائمة إلى وسط الميدان. صافرة من حكم المباراة، وخطأ يأتي للجيش الملكي، خطأ لنادي الجيش. لبن شرقي أبعدت من أمامه، لا زالت مستمرة وقائمة. صافرة يستعد لإجراء التبديل الأول في اللحظات القادمة من أحداث هذه المواجهة. هنا في افريكانز بن رمضان يلعب كرة داخل منطقة الجزاء خطيرة جدا، لكن تصطدم في مندي، تحولت إلى خارج أرضية الملعب. خطيرة جدا كرة أوتاكا، محاولة من مروان أوتاكا، لكن شوف المرور مثالي جدا. يسرى يتقدم بن شرقي، أشرف داخل منطقة الجزاء، الكرة اصطدمت إلى ركلة ركنية جديدة. ضغط أهلاوي في هذه الأثناء ومحاولات الأهلي كأول التبديلات الحاضرة. والآن ناديين مصريين، نادي تونسي، نادي سوداني، نادي مغربي، هل ينضم بهذه النتيجة ناديين؟ فريق الجيش الملكي لا وجود فيها للتسلل. وصلت إلى أشرف، تسديدة تأتي خطيرة جدا من كرة اللاعب أشرف بن شرقي، تحولت إلى خارج أرضية الميدان. وصلت بعد ذلك إلى ركلة مرمى. هكذا هي الأمور. إلى إمام عاشور. إمام الآن يبحث عن مساحة، تسديدة تأتي من إمام، علت العارضة وتحول إلى خارج أرضية الملعب. وصلت إلى ركلة كرة بمحاولة ملعوبة أمامية داخل منطقة الجزاء لمصلحة الجيش، لا زالت مستمرة وقائمة رأسية خطيرة جدا، لكن علت العارضة، تحولت إلى خارج أرضية الميدان. تصل بعد ذلك